إلا كنتِ معطلة على الزواج بسبب عين أو حسد أو مس أو سحر أو ما بغا يكون، جيبي لي اختي الحليب والسكر وأجي نقول لِك شنو ديري بيه، وإن شاء الله وبفضل الله بهذه الطريقة إن شاء مولى العز وجل أن اللي جاي يخطبك ما عمرو يمشي ويخليك، غادي يبقى معاك ويكمل معاك المسيرة حتى النهاية إن شاء الله. لكن طبعًا في هاد الوصفات دائمًا تنديروا النية وتتوكلوا على الله، حنا تنديروا غير الأسباب والكمال على الله. السلام عليكم، كراكم لاباس عليكم هانيين وأموركم مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم جاتكم بواحد الوصفة ساهلة بسيطة زوينة بزاف، البنات المعطلين على الزواج أو البنات اللي تيجيو يخطبوهم الخطاب وتيرجعوا ما تيعاودوش يوليو عندهم، أولا مسكينة واخا زوينة وبنت الناس وبنت عائلة ولكن ما عندها الزهر، ما عمر شي واحد تكلم فيها، فراه هاد الوصفة ليك سواء البنت ولا الدري، يعني سواسية في هاد الوصفات. قبل ما نعطيكم الطريقة والتفاصيل نرجو منكم الاشتراك في القناة ودعمونا بلايك، خليو تعليقاتكم أسفل الفيديو واستفساراتكم حول هذه الفائدة، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم إشعارات القناة وكل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تنحتاجو الحليب، أي نوع تاع الحليب كيف ما كان، سواء كامل الدسم ولا ناقص الدسم ولا الحليب ديال العبار كيف ما كان النوع ديالو. وتنحتاجو السكر داك القالب الزرق، تنحتاجو داك الرويس الفوقاني اللي تيكون ديال السكر. الا لقيتو القالب ديال السكر ديال العروسه ماذا بكم، ولا ديال الناس اللي تيكونوا في الحج وتيدخلوا الناس يديو ليهم السكر، يعني تيزوروهم بالسكر داكشي، لقيتو اللي يعطيه لكم ماذا بكم. يعني هاد جوج راهم زوينين، ما لقيتوش سيروا شريو قالب ديال السكر. دابا الحمد لله راه حتى في يعني في الأسواق الكبيرة مثلا بحال مرجان وبيم وإلى آخره، راه تيبيعوا قلب السكر ديال غير كيلو، يعني ما عندكيش الفلوس باش تشري الكبير خديها ديال كيلو ولا نص كيلو، راه تيتباع حتى نص كيلو. حنا غرضنا بديك الراس الفوقاني ديال القالب ديال السكر، ضروري قالب ديال السكر، ما تهضرلكمش على سنيده ولا المقصص، قالب ديال السكر ديال جدودنا القديم، لان هاد الوصفه راه من الوصفات القديمه والحمد لله موروثه من جد الجد وعندها واحد الصيت كبير ولله الحمد. غادي ناخدو الحليب سواء رابعه ولا نص لتر كما بغيتي، وغادي تاخدي داك الراس ديال القالب ديال السكر وغادي ترميها فيه وغادي ديريه على العافيه مهيله وتخليه يفيض. وطبعا قبل ما نديرو داك السكر، الراس ديال السكر يطبخ مع الحليب، ماذا بينا تكوني على طهاره وعلى وضوء تكوني ديري هاد الوصفه. صلي واحد جوج ركعات بنية الاستغفار والتوبة من الذنوب، ثم جوج ركعات بنية أن يرزقك الله الزوج الصالح وأن يوفقك تعطي لك وتقافك إلا كان شي واحد داير لك تقاف تاع الزواج. من بعد غادي تصلي على الحبيب محمد بصيغة الفاتح باش ربي يفتح لك الأبواب ديالو 19 100 خطرة 1000 مرة شحال ما قديتي، ثم الاستغفار حتى هو شحال ما قديتي 19 100 1000 2000 شحال ما قدرتي، والبسملة 19 مرة. من بعد ناخذ داك الرويس اللي خدينا ديال السكر نقربوه للفم ديالنا ونقراو عليه سورة آل عمران كاملة كاملة، ولكن 3 المرات. ما قديتيش تقرايها 3 المرات متتابعة، قرايها مثلا مرة في الصباح مرة مور الظهر ومرة في الليل وبداي الوصفة، فضروري تقرايها 3 ديال المرات، والأفضل تقرايها في جلسة واحدة باش ربي يتمم لك يعني عملك على خير. معليش ديري شوية الكوراج وقرايها، راه حنا تنشدو التليفون بالسوايع وما تنحسوش بالوقت، فما بالك لا شدينا غير صورة في القرآن الكريم فيها 200 آية تجينا صعيبة، حشومة نقولوها زعما، فهمتوا؟ وملي يطبخ لينا داك الحليب ويبغي يفيض غادي تطفي عليه البوطه وتخليه حتى يدفى ولا يبرد، وترشيه في اركان البيت، في الصالون في المراح في الكوزينه في السيطوان قدام الباب، يعني في القناه ديال الباب تاع الزنقه في السطح، يعني دار كلها ترشيها بداك الحليب. وطبعا الكابينه حاشاكم او الطواليت اعزكم الله ما تقيسوهاش، ما ترميوش فيها داكشي، وان شاء الله ربي يسهل على الجميع، واللي جا لداركم ما عمره يخرج غادي يكمل معاك وغادي يسهل عليك الله. غير انت تكوني تترشي في الاركان تاع الدار، انت تترشي وتتنوي بنية فك التعطيل وبنية إتمام الزواج وبنية الفرحة والسرور، وخصوصا للناس اللي مثلا هادوك اللي تيجيو عند الخطاب وتيرجعوا، ملي تسمع شي خطيب جاي يخطبها بحال غادي يجي غدا مثلا، ديرها اليوم في الليل
ترميها تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبدا ترش في الأركان تاع الدار باش من يجي إن شاء الله ما يعاودش يمشي ويكمل معاك الزواج حتى الآخر. هذا كل شيء لليوم. إلا عجبكم فيديو كالعادة ما تنساوش ديروا شير تنشروا الخير بين الناس، فالدال على الخير كفاعل. ما تنسونيش من دعائكم. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله مع موضوع جديد، فكرة جديدة وسعادة جديدة. أحبكم في الله، إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.